كنت ناوية أوفّر بقى في الطريقة بتاعة الطحينة، وما توقعتش خالص يا جماعة إنه يحصل كده. أدي آخرة اللي ياخد الطريقة من عمال المصانع والشركات. أنا قُلت أجيب الطريقة بقى منهم هتكون مضمونة وحلوة، لكن الصراحة ما توقعتش اللي حصل ده خالص يا جماعة، وإنه يحصل كده أبدًا. تعالوا نشوف كده إيه اللي حصل مع بعض. يالّا بقى نشوف كده المقادير اللي هم قالوا لي عليها. أول حاجة كده معايا كوباية من السمسم الني، ني يعني مش متحمّص يا جماعة، ومعايا كمان كوباية من الفول السوداني برضه فول السوداني مش متحمّص، ومعايا كوباية من الدقيق. كل كوباية فيهم معيارها ربع كيلو يا جماعة، تمام، يعني معايا ربع كيلو من السمسم، ربع كيلو من السوداني، ربع كيلو من الدقيق. هاجيب بقى أهو كده أو أي طاسة كده مش بيلزق فيها الحاجة يعني. هاحط فيها الكوباية أول حاجة بتاعة السمسم، وعلى نار هادية كده هافضل أقلّب في السمسم. طبعًا هو ني لازم ننقيه كويس جدًا ويكون نضيف ويكون حاجة حلوة ونضيفة يا جماعة، تمام. هافضل أقلّب فيه وبعد كده هانزل بالكوباية بتاعة السوداني، أقلّب فيها برضه كده لحد ما تسخن معايا. وأول ما السوداني هو كمان يدخل كده على إن هو يكون سخن كده ودافي شوية، هانزل عليه طبعًا بالكوباية بتاعة الدقيق. تابعوا معايا الفيديو يا جماعة عشان نشوف النتيجة النهائية، وتعرفوا الكلام بتاعهم طلع صح والّا إيه النتيجة. لسه ما نعرفش، هنشوف في آخر الفيديو إن شاء الله النتيجة. يالّا بقى مع بعض كده نشوف كوباية الدقيق اللي هنحطها هتعمل معانا إيه. هنفضل نقلّب برضه في الدقيق، وما حدش يقول لي بقى أنتِ بتغشي الطحينة والكلام ده. أنا ما ليش دعوة يا جماعة، أنا جايبة الطريقة من العمال بتاعة المصانع والشركات اللي بيبيعوا لنا الطحينة في السرجة. فيالّا بقى نشوف مع بعض كده الطريقة ونقلّب ونقول بسم الله. نفضل نقلّب كده في الدقيق لحد ما نحس إن هو تخن معانا. وبعد كده نجيب بقى الخلاط. طبعًا أنتِ ممكن تعملي في الكبة، بس أنا قُلت إيه اللي ما عندهوش كبة بقى هيعمل إيه، أو المفرمة هيعمل إيه يا جماعة. لأ نستخدم معاكم كده. أنا عندي طبعًا الكبة، فقُلت بقى أستخدم معاكم الخلاط علشان اللي ما عندهوش كبة يقدر يعمل الطريقة الحلوة دي، تمام. هنجيب بقى الخلاط كده ونحط فيه نُص الكمية اللي إحنا عملناها مع بعض على النار بالشكل دوّة، ونفضل بقى نقفل ونفتح، نقفل ونفتح عشان الخلاط بتاعِك ما يتحرقش معاكِ. هو ياخد معاكِ وقت بس النتيجة هنشوفها في الآخر هتبقى عاملة إزاي يا جماعة. تابعوا معايا الفيديو واعملوا لي لايك وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات، تمام. هاجيب بقى المعلقة وهافضل أقلِّب كده اللي فوق تحت واللي تحت فوق علشان نفرم كل المكونات دي حلو أوي، 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 تمام. هنفضل نعمل كده مع بعض، وافضل اقفل في الخلاط وافتحه، اقفل وافتحه، تمام. جبت بقى هنا البوله ونعموا معايا خالص بالشكل دوت. فحطيتهم في البوله وهكمل بقيه الكميه. طبعا مش هكرر معاكم تاني، تمام. علشان ايه بتاخد معايا وقت. طبعا هي بتاخد وقت، انا قلت لكم اهو الصراحه يا جماعه انها بتاخد وقت، تمام. افضلي قلبي قلبي كده فيها ولحد ما تنعم معاكي خالص. بعد كده خلصت خلاص كل الكميه وطحنتها. هجيب بقى معايا المج اللي انا عيرت بيه المقادير، احط فيه كوبايتين كده من الزيت. استخدم ادي اول كوبايه حطيتها في الخلاط، واجيب الكوبايه التانية وبرده هضرب الزيت الاول لوحده في الخلاط. هنضربه كده حبه حلوين، شايفين بالشكل ده لحد ما يفتح معايا. وكمان ايه الزيت هو كمان ياخد كده سخونيه من الخلاط شويه، تمام، علشان اقدر اطحن فيه المكونات بتاعتي. هنزل بقى على الزيت بالشكل دوت بالمكونات بتاعتي اللي انا فرمتها معاكم يا جماعه، وايه حبه بحبه، تمام. هنضربه بقى برضه تاني في الخلاط. ما تقلقيش والله الخطوه دي مش تاخد معاكي وقت خالص في الخلاط، هينعم معاكي بسهوله جدا مع الزيت وهيديكي نتيجه ان شاء الله كويسه، تمام. افضلي افتحي واقفلي افتحي واقفلي في الخلاط كده علشان الخلاط ما يتحرقش معانا يا جماعه. خلي بالكوا دي خطوه مهمه جدا ان احنا ما نبوظش الخلاط، مش عشان نوفر في الفلوس نبوظ الخلاط، لا، احنا طبعا هنعمل بذكاء وواحده واحده كده لحد ما النتيجه معانا تبقى مبهره. طبعا مالكوش دعوه بالسندوتش اللانشون ده، ياسين كان عايز يساعدني فطلع معايا في الفيديو، تمام. هحط بقى بقيه الكميه واروح اطحنها تاني في الخلاط مع الزيت، تمام. لحد بقى ما نشوف النتيجة في الآخر يا جماعة تطلع حلوة ولا ايه. ما شاء الله، شايفين بقى سمك الطحينة بقى عامل ازاي. هنا انا كنت حاسة ان هي عايزة تضرب تاني شوية كمان، فرجعتها تاني للخلاط وهضربه تاني بالشكل ده. وشايفين بقى النتيجة ما شاء الله اللهم بارك، لا طلعت حلوة قوي يا جماعة.
وبصوا ما تخيلتش انها تطلع حلوة كده. فحطوا لايك بقى وقولوا لي رأيكم في التعليقات. بصراحة عملت معايا كيلو ونص من الطحينة، انا ما كنتش متوقعة انها تعمل معايا الكمية دي كلها. ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، حلوة جدا وموفرة قوي ومش مكلفة خالص، بالعكس زيت عندك حتى لو زيت تموين استعمل. يا بصوا اللي حصل، بصوا ياسين عمل معايا ايه، كان عايز يساعدني ويقفل البرطمان راح وقعه، بس لحقنا كل حاجة الحمد لله. هنا معايا كيلو ونص من الطحينة موفرة جدا، طبعا مش هنستغنى عنها في رمضان. لو عجبكم الفيديو حطولي لايك.